أحمد سعد فقد النطق، ونبيلة عبيد مناخيرها باظت، وفنانة محدش يتوقعها رحلت، وحورية فرغلي ما بقتش تشم ولا تحس بطعم الأكل، ودانا حمدان وشها باظ، وميسرة ما بقتش تتنفس طبيعي، ووفاء سالم كانت هتتعمي. الكلام هنا عن فنانين عرضوا حياتهم للخطر بسبب عمليات التجميل. يا ترى مين الفنانة اللي رحلت بسبب التجميل؟ وإيه نوع عمليات التجميل اللي كانوا بيعملوها؟ كل ده وأكتر هقول لكم عليه في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. الحقيقة إن تاريخ الفنانات مع عمليات التجميل تاريخ مأساوي بمعنى الكلمة. يعني لما تسمع حكايات الفنانين واللي حصل لهم من عمليات التجميل هتقولي إزاي لسه حد عنده قلب يعمل تجميل في وشه بعد اللي حصل ده؟ يعني عندكم المطرب أحمد سعد راح يعمل تجميل في فك وشه علشان يبان شكله أحلى وصغير، فحصل عنده مضاعفات كبيرة جدا وتآكل في الفك، واتحجز في المستشفى فترة كبيرة وفقد النطق. أيوة، ما بقاش يتكلم بشكل طبيعي خالص، واضطر الدكاترة يزرعوا له فك مكان اللي حصل فيه تآكل، وممكن من بعدها برضه ما بقاش يقدر يتكلم بشكل طبيعي. أما بقى الفنانة نبيلة عبيد، ودي حكايتها حكاية، رغم جمالها اللي ما كانش ليه زي، قررت تعمل تجميل وتشد وشها، والمفاجأة بعد العملية مناخيرها باظت وبقت على جنب وصعب تتكلم بشكل طبيعي زي الأول. الفنانة ميسرة كانت من ضمن الفنانات اللي عملوا تجميل وقلب معاهم بكارثة. أيوة، بعد ما عملت التجميل جات لها أزمة تنفسية مزمنة، ما بقتش تتنفس بشكل طبيعي خالص، ولسه لحد النهاردة بتعاني من المشكلة دي، وبتخاف إنها تتعب أو يجي لها شوية برد يجرى لها حاجة. انتوا عارفين البرد أصلا بيأثر على النفس، فما بالكم بقى اللي عنده أزمة مزمنة في التنفس. طيب بطلت تعمل تجميل بعدها؟ أيوة بطلت، مش بمزاجها، لا ده غصب عنها، علشان ما بقتش حاملة أي عمليات تاني، وأقول لكم شوية برد ممكن يجرى لها حاجة بسببهم. أما الصدمة الأكبر في الوسط الفني كانت رحيل الفنانة سعاد نصر، ودي ما كانتش عاملة تجميل في وشها علشان تبان جميلة أو صغيرة، لا دي كانت رايحة تعمل شفط دهون وتظبط جسمها زي ما أي واحدة نفسها تبقى رشيقة وجسمها حلو. بس للأسف دخلت العمليات ما طلعتش منها، لأنها دخلت في غيبوبة لمدة سنة كاملة، وهي مش حاسة بأي حاجة في الدنيا لحد ما رحلت خالص عن الدنيا، وبقت من أشهر الفنانات في الوطن العربي كله اللي رحلت بسبب عمليات التجميل. رغم اللي حصل ده للفنانين، إلا إن الفنانة وفاء سالم أصرت تعمل تجميل، وما همهاش اللي حصل للفنانين اللي قبلها، وحصل لها تشوهات ويا ريت على قد كده، ده كمان كانت هتتعمي، وكان هيحصل لها مشكله صحيه كبيره في المخ لولا ستر ربنا. ومن بعد عمليه التجميل دي اختفت عن الانظار، وما بقتش تظهر غير كل فين وفين على السوشيال ميديا. والحقيقه الفيديوهات اللي بتعملها الناس بتشوفها انها غريبه حبتين ومش مفهومه، يمكن ده تاثير يعني العمليه عليها، هي كانت صعبه والمضاعفات خطيره. نيجي بقى للفنانه حوريه فرغلي، ودي اكيد مش محتاجه اني اكلمكم عليها كتير لانكم شايفين بنفسكم اللي حصل لها بعد عمليه التجميل اللي عملتها في مناخيرها. دانا حمدان تعتبر احدث فنانه في الوسط الفني تعمل تجميل الفتره دي ويبوظ شكلها. ايوه، راحت تاخد حقن نضاره وحاجات من دي اتقلبت عليها، وكانت هترحل بسببها، وهي دلوقتي بتتعالج. قولوا لي بقى، انتوا ناويين تعملوا عمليات تجميل؟